السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. لا فيديو تاعنا اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه تاع المعجون، وصفه اقتصاديه سهله التحضير. وبيسك رانا في موسم الشتاء ولا موسم التشينا، رايحين نستغلوا الفرصه، رايحين نطيبوا هذا المعجون يجي بزاف هايل بنين، وكما قلت لكم اقتصادي ما فيهش بزاف مكونات. رايحه نبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع هذا المعجون. واش نحتاجو هنا؟ عندي زوج حبات تاع التشينا وحبه تاع القارص. هاد زوج حبات تاع التشينا وحبه تاع القارص بعد ما كنا غسلناهم مليح ونشفناهم. هنا واش رايحه نديرهم؟ زمان كانوا يديروهم كيما راهم، يديروهم في الكونجيلاتور ويخليهم حتى يتكونجلاو حجره، من بعد كيسكرفجوها. مي هذيك الطريقه تجي شويه صعيبه ونجيو نسكرفجو كامل، حات كنا شويه صعيبه وما نقدروا لهاش. دونك هنا واش قررت انايا ندير؟ رايحه نجيب التشينا تاعي والقارص اللي قلت لكم زوج حبات تاع التشينا وحبه تاع القارص، بعد ما غسلناهم مليح كيما راكم تشوفوا ونشفناهم. هنا رايحه نقطعهم الى قطع تكون صغيره، ما يكونوش كبار بزاف. هنا في الوسط رايحين نحيو هذيك العلفه اللي تجي هكذا بيضه باش ما تعطيناش هذيك المروريه، سواء في التشينا سواء في القارص. كما راكم تشوفوا هنا نحيو هذيك العلفه البيضه، نقطعهم هكذا قطع صغيره. بعد ما نقطعهم هكذا قطع صغيره، رايحه نجيبو بواطه ولا بورت مونجي ولا اي حاجه، رايحه ندير هاد الانصاف داخل البواطه ونديرها في الكونجيلاتور لمده ساعه، غير جهد ما تشد روحها شويه تبدا تكونجلا غير شويه نحيوها. سينو اذا نسيناها في الكونجيلاتور مثلا درناها ونسيناها ولا خليناها ليله كامله، هنا كي نروحو نديرو المعجون تاعنا رايحه نجبد لابواط تاعي كيما راهي، نخليها لمده 20 دقيقه ولا نص ساعه جهد ما تبدا ديكونجلا لنا شويه. من بعدك باش نروحو نستعملو هذا المعجون، خاطرش كي تكون هكذا يابسه حجره ماشي رايحين نقدروا نرحيوها في الروبو. هنا بعد ما جبت التشينا تاعي والقراصي ديكونجلاو لي غير شويه لمده 20 حتى نص ساعه. هنا نجي نحضر السيرو تاعي. في كاسرونه وزنت ريتله ونص تاع الماء. هنا كيما راكم تشوفوا ريتله ونص تاع الماء. في هاد زوج حبات تاع التشينا وحبه تاع القارص نديرو كيلو تاع السكر مع ريتله ونص تاع الماء. نجيبو كوكوطه ولا قدره تكون ثقيله، المعاجن دائما نطيبوهم في حاجه تكون ثقيله. رايحه ندير كيلو تاع السكر مع ريتله ونص تاع الماء، نخلطوهم هكذا مليح. نخلي السكر تاعي والماء حتى يبدا يغلي لنا. في هذا الوقت اللي السكر تاعي والماء راهم يغليو، انا نجي نرحي لهنايا القرص والتينا اللي كنا خليناهم يديكونجلاو لنا شويه كيما راكم تشوفوا هنايا. سواء نرحيوهم في لاشواغ سواء نرحيوهم في الروبو كيما تحبوا نرحيوهم، نتوما تتحكموا في القوام تاع الرحيان تاعو. دونك اللي يحب هذاك المعجون القشره تاعو تجي خشينه يخليه خشين، اللي يحبوا رقيق كامل يرحيه على حساب هو واش يحب. بهذه الطريقه راح تجي لكم سهله خير من هذاك تاع السكرفج اللي راح يشد لنا شويه الوقت، وثاني يكون بارد بزاف ما نقدروش نتحكموا فيه، وشحال من خطا نجيو نسكرفجو نجرحوا يدنا ولا. دونك هذه الطريقه هي اسهل طريقه واضمن طريقه باش نديروا هذا المعجون. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما رحيت التينه تاعي والقارص، هنا السكر تاعي اللي خليته مع الماء يغلي اللي راه بدا يغلي، رايحه نرمي التينه تاعنا والقارص اللي كنا رحيناها. انا هنا بين التشينا والقرص الوزن تاعهم كامل اجمالي طاح لي 900 غرام تاع التشينا والقرص. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما درت الكميه تاعي كامل تاع التشينا والقرص نقصلهم على نار هاديه كامل ونخليهم يطيبوا لي لمده ساعه كامله. هنا فيما يخص القوام تاع المعجون تاعنا حنا نتحكموا فيه، اللي يحب المعجون يحبه جاري يخليه مده ساعه، اللي يحب المعجون تاعو يجي عاقد يخليه مده ساعه وربع. هنا يجي القوام بزاف هايل. هنا لو طون اللي هو يغلي المعجون تاعنا حنا نسيو نحيولو هذيك الرغوه كامل اللي تجي من الفوق، لانه هذيك الرغوه هي اللي تخلي لنا المعجون تاعنا يقراص لنا. كيما راكم تشوفوا هنا خطا على خطا نجي نحيلو هذيك الرغوه كامل اللي تجي من الفوق. كيما قلت لكم مده الطهي تاع المعجون تاعنا هي ساعه كامله على نار هاديه. هنا كيما راكم تشوفوا المعجون تاعي بعد ما طاب لي لمده ساعه كامله. هنا المعجون تاعنا اللي غنحيوه من النار يبرد لنا يبدا يبرد راح يزيد يثقل ويعقد اكثر، سورتو اذا درناه في الفريجيدير ومع الوقت كامل. دونك كاين اللي يخبيو يديروا المعجن في الشتا يخليهم الصيف، دونك راح يزيد يعقد لنا اكثر. انا هذا هو القوام تاعي تاع المعجون تاعي اللي كنت طيبته. شوفوا كيفاش راه هنا يبان لكم جاري، مي لو طون اللي نخليه يبرد تماما ونديرو في الفريجيدير راح يجي لي معجون سوا ويجي لي قوام بزاف هايل.
هذا هو البنات المعجون تاعنا بعد ما طيبناه وخليناه يبرد. نخليوه يبرد تماما، كل ما يبرد لنا راح يزيد يعقد لنا اكثر واكثر. نتمنى منكم انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم. اذا عجبكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنسوناش بجمع كومونتير. شوفوا المعجون تاعنا كيفاش خرج، يوال مع بزاف مع ديروه مع خبز ولا مع لي بريوش ولا يجي بزاف هايل. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بقى على خير.